صباح الفل. جالي سؤال على ان انا بحب واحد بس في عيوب كتير وانا مش قادره اتقبل العيوب دي، اعمل ايه؟ لو انا بحب الشخص ومليان عيوب ومفيش بينا تواصل جيد ومش قادرين نفهم بعض وهو ما بيحاولش يغير، والعيوب دي عيوب في الشخصيه نفسها وما بتتغيرش او بتتغير شويه وترجع وتتغير شويه وترجع وهكذا، فانا قاعده اعمل ايه؟ احنا قاعدين ليه في علاقه مؤذيه؟ بس ليه قاعدين مصممين نكمل؟ الحب فترة وهينتهي، لان المشاكل الكتير بتموت الحب. مش هتموته في الاول واحنا مخطوبين، لكن اول ما هنتجوز وهتقفل علينا باب واحد الحب هيهدى جدا، فمش هتبان الا المشاكل وهنشوفها بوضوح. فطول ما احنا مش متفاهمين وبيننا مشاكل كبيرة بلاش نكمل، عشان هو مش عنده بس، مش عند احنا هنكمل لا هننجح لا احنا بنحب بعض الحب هيقوينا والحب هينصرنا، مفيش كده. لازم يا جماعه نبقى عاقلين شويه في علاقاتنا وفي اختياراتنا. لو احنا بقى متجوزين اوريدي، ولو متجوزين ومعانا اولاد ولا متجوزين ومعناش اولاد، مجرد ما اتجوزنا فاحنا محتاجين نفكر مليون مره قبل ما ننفصل، ونفكر كتير وناخد فرصة وندي فرصة للآخر يتحسن، ونروح نشوف حد علاقات زواجية يساعدنا، ونحاول نصلح مشاكلنا، ونحاول نبقى واعيين بأفكارنا هو أنا وهو، لأن أكيد سوء التفاهم ده مشكلته إن أنا وهو مش فاهمين بعض. هو بيقول الجملة فأنا بفسرها على منطقي وعلى دماغي وعلى الأفكار المسبقة اللي عندي وعلى كرامتي وعلى كل حاجة، وبقول الجملة هو كمان بيفسرها بطريقة تخصه. علشان كده في بينا تواصل مفقود، فلازم ضروري جدا ان احنا ساعتها نلجأ لحد يساعدنا وما ننفصلش بسهولة. مش ده الخيار الافضل هنا. مجرد ما اتجوزنا ناخد بقى فرصة كده بعقل، لو ما فيش اولاد نأجل الخلفة شوية وناخد فرصة ان احنا نحسن علاقتنا قبل ما نجيب اولاد. في اولاد يبقى احنا محتاجين احنا الاتنين نبذل مجهود قوي علشان نحافظ العلاقة دي وننجحها، لان في اولاد وفي حب وفي بيت اتفتح اوريدي، فاحنا محتاجين نحافظ عليه ما ننهدموش بسهولة. لو الطلاق حصل النهاردة زي ما يحصل بعد شهر بعد 2 بعد 3 مش هتفرق كتير، مادام في طلاق ففي كل الاحوال هو اوبشن موجود. لو موجود قدامه مش هيفرق النهارده من بكره من بعده. فعلشان كده على مهلنا كده واحنا بنفكر واحنا بنختار في الاول خالص، ما تخلوش الحب يعمينا، ونصمم ان انا هكمل لان انا بحبه وهتحدى الحدود ونط الحواجز، واهلي واهله مش قابلين بعض بس احنا مكملين. يعني نفكر بالعقل شويه، لانها عيله بتدخل مع عيله، مش واحد وواحده بيتجوزوا، وده ضروري جدا. واللي انا مش طايقاهم هم مش طايقين اهلي دول، احنا هنبقى جدهم وجدتهم، وهتبقى كل الحياه ملخبطه ومزعجه جدا. فيا ريت نفكر بالعقل في اختيار الشريك المناسب. دمتم بصحه وسعاده.